هقول لكم في فيديو النهارده افضل 3 فنادق اقتصاديه في الغردقه من الاقل للاعلى زي ما متعودين دايما. فاللي مهتم يعرف يكمل معايا الفيديو للاخر. صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه. النهارده هقول لكم على 3 فنادق اقتصاديه من اكتر الفنادق اللي بتسأل عليها واللي عليها بحث كتير جدا، وكمان خصوصا ان الفنادق اسعارها ارتفعت جدا والناس بقت بتدور على فنادق اقتصاديه شويه تناسب البادجت بتاعتها. بس قبل ما ابدا وزي ما متعودين دايما واللي لسه اول مره يشوفني، انا شروق بقدم محتوى عن السياحه والسفر جوه مصر وبره مصر والفنادق واهم مميزاتها وعيوبها واهم اماكن الخروج والفسح. فلو مهتمين بالمحتوى ده وبتحبوا السفر ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا جديدنا اول باول. ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار عن اي مكان سيبولي تعليقاتكم وانا هرد عليكم. ويلا بينا نبدأ. اول فندق هنتكلم عنه هو فندق ديكسون روما. فندق ديكسون روما هو فندق 3 نجوم في شارع شيراتون. موقعه من اجمل المواقع اللي ممكن تقعدوا فيها، قريب من كل حاجة. كمان الفندق هو صف تاني مش صف اول، بس ليه بيتش رملي. بتعدوا الشارع بس بتبقوا في البيتش، فالبيتش بتاعه قريب جدا. كمان الفندق طبعا فيه حمام سباحة مناسب للكبار والأطفال، فيه كمان أكوا بارك كبار وأطفال. الأكوا بارك مش كبيرة بس يعني معقولة. بالنسبة للفندق، الفندق كمان مجدد بالكامل، فالفندق بيقدم قيمة مقابل سعر كويسة. الغرف معقولة، الأكل معقول مش أحسن حاجة بس على قد يعني كويس في الفئة بتاعته. نظام الإقامة كمان في الفندق بيكون فطار وعشاء أو فطار وغدا وعشاء ومشروبات على حسب انتوا هتختاروا نوع الإقامة ايه. الفندق كمان هو مش نظام ريزورت، يعني مش أفقي، الفندق رأسي، فهو ليه أسانسير علشان الأدوار. هو نظام فنادق أكتر زي فنادق القاهرة كده. فبتكون الفندق طبعا فيه أسانسير علشان تقدروا تنزلوا وتطلعوا بسهولة. كمان مستوى الفندق مقبول من ناحية كل حاجة، زي ما قلتلكوا بيقدم قيمة مقابل سعر. الغرف طبعا مكيفة، فيها شاشة تويلت ميني بار. كمان اول ما بتدخلوا الفندق الريسبشن واسع لطيف، كمان في واي فاي. اكتر حاجة بتميز الفندق موقعه، الموقع حلو جدا قريب من كل حاجة. انتوا مش محتاجين تمشوا مسافات او كده علشان يعني تروحوا اي مكان انتوا عايزينه. فكمان بالنسبة لنظام الاقامة، لو قررتوا تختاروا فطار وعشاء تقدروا ان انتوا تخرجوا برا الفندق. لو حابين تتغدوا برا فهيكون جنبكم كل حاجة، كل المطاعم، كافيهات، كل حاجة حواليكوا، فالموقع حلو جدا. كمان اللي بيميز الفندق البيتش بتاعه رملي وحلو جدا. فالفندق بيقدم قيمة مقابل سعر. فمش عايزة الناس تكون رايحة الفندق وحاطة امال عالية ان هي هتلاقي يعني حاجات اكتر من القيمة اللي هي دفعتها. لا، انتوا هتلاقوا قيمة مقابل السعر اللي انتوا دفعتوه. كده يعتبر انا قلت كل حاجة عن الفندق. لو في اي حاجة حابين تسألوا عنها سيبولي تعليقاتكم وانا هرد عليكم. بالنسبة لطرق الحجز، طبعا الفندق متاح ان انتوا تحجزوه دايركت من الفندق نفسه او تحجزوه مع اي شركة من شركات السياحة. طبعا الفندق متوفر مع شركات سياحة كتير. لسه طبعا الحجز من خلالنا ما بدأش بس هيبدأ قريب جدا. اول ما يبدأ هعلن عنه ان شاء الله. كده احنا اتكلمنا عن فندق ديكسون روما. هنتكلم بقى عن الفندق التاني وهو اعلى من ديكسون روما شوية، وهو فندق الإليزي. فندق إليزي هو فندق 3 نجوم في الغردقة، في شارع حسام عمر متفرع من شارع الشيراتون. الفندق يعتبر صف أول، لأن الفندق بصراحة عامل اوبشن حلو جدا. رغم ان الفندق صف تاني بينه وبين البيتش الخاص بتاعه طريق، بس عامل كوبري من جوه الفندق. بتمشوا على الكوبري ده وتنزلوا في قلب البيتش، بتطلعوا اصلا الكوبري ده من جوه الفندق، بتطلعوا من اسانسير وتعدوا الكوبري وتنزلوا في اسانسير برضو. يعني الموضوع سهل جدا، انتوا ما بتطلعوش اصلا بره الفندق. فالاوبشن ده حلو جدا جدا. وده ما بنقدرش نقول ان الفندق صف تاني، هو كده يعتبر صف اول، لان انتوا اصلا يعني ما بتمشوش كام متر بس على رجليكوا للبيتش، وما بتطلعوش بره الفندق علشان توصلوا للبيتش زي ما قلت لكم.
الفندق كمساحة مش كبير، الفندق حجمه صغير، يعني معقول مش صغير قوي. شكله لطيف جدا، هو من الفنادق الجميلة والمريحة جدا واللي رايقة. يعني عارفين انتوا الفنادق اللي تحسوا فيها باستجمام وهدوء، هو الفندق ده. عايزة اقول لكم ده من اكتر الفنادق الاقتصادية اللي بتقدم قيمة حقيقية مقابل سعر. عايزة اقول لكم كمان انه ممكن يكون بيقدم قيمة اعلى من السعر اللي انتوا بتدفعوه، فهو من الفنادق اللي بتكون اختيار حلو جدا في الفئة الاقتصادية. هنيجي للغرف. الغرف حجمها معقول، تكون فيها شاشة ودولاب فيه خزنة وميني بار وكاتل ومشروبات. التويلت برضو فيه كل حاجة تحتاجوها، فيه سشوار، مناديل، فوط، كل احتياجاتكم هتلاقيها في التويلت برضو. الفندق حوالي 3 أو 4 أدوار وفيه أسانسير، يعني الطلوع سهل جدا. كمان بالنسبة بقى للبول، في حوالي 3 بول. في بول أول ما تطلعوا من الريسبشن هتلاقوا بول حلو جدا، العمق فيه عمق 120 سنتي و150 سنتي، وفي بول تاني جنبهم للأطفال عمقه 55 سنتي. وبعدين بتنزلوا سلم كده تلاقوا بسين تاني أعمق شوية حوالي 170 سنتي، وفي عمق كمان فيه 90 سنتي. وطبعا في بار على البول، وفي كذا بار على البيتش كمان. في طبعا نظام الإقامة، في فطار وعشاء، في سوفت اول انكلوزيف، فطار وغدا وعشاء وسناكس ومشروبات. اعتقد كمان ان الفندق فيه نايت كلاب، فاعتقد كمان ان ممكن يكون فيه هارد اول انكلوزيف، فممكن بقى دي تعرفوها عن طريق الفندق. بالنسبة للأكل، الأكل مش متنوع قوي، بس التست بتاعه حلو ويعني طعمه هيعجبكم. بالنسبة بقى للبيتش، البيتش بجد القعدات بتاعته حلوة جدا، شازلونجات، وفي قعدات ترابيزات بكراسي، وفي أكتر من بار، في حوالي 3 بار على البيتش، جنب كل مكان فيه بار. يعني البارات هناك بتخدم على كل مكان، لو انتوا قاعدين في أي مكان على البيتش هيكون في بار قريب منكم. كمان في مارينا، تقدروا ان انتوا لو حابين تعملوا دايفنج او سنوركلينج وتنزلوا من عمق عالي، فتقدروا ان انتوا تنزلوا من المارينا. كمان الشط رملي، لو معاكم اطفال هيتبسطوا جدا جدا هناك. كمان عايزه اقول لكم وركز على الموضوع ده علشان الناس اللي بيهمها البحر جدا، البيتش هناك من احلى الشواطئ في الغردقه. حلو جدا، كمان المنظر حلو قوي، اليخوت، منظر اليخوت ومنظر البحر، بجد هتتبسطوا جدا من القعده هناك. الناس اللي بتحب الاستجمام والروقان هتتبسطوا جدا هناك. طيب بالنسبه للاكوا بارك، مفيش اكوا بارك في الفندق. بالنسبة للإشغال الأجنبي كمان هناك عالي. الفندق الموقع بتاعه حلو جدا، قريب من كل الخدمات، قريب من حاجات كتير جدا. فكمان الموقع بتاعه كمان من ضمن مميزاته. الفندق كمان متوفر مع أغلب شركات السياحة، يعني اللي حابب يحجز مع أي شركة سياحة هتلاقوها معاه. بالنسبة للأسعار أنا مش هقول طبعا الأسعار متغيرة من وقت للتاني، ممكن الأسعار كمان بتتغير كل أسبوع حسب الإشغال وحسب حاجات كتير. فلو حابين تعرفوا السعر تسيبولي تعليقاتكم بالتاريخ اللي حابين تعرفوا السعر فيه، وأنا إن شاء الله هرد عليكم. طيب بالنسبة كمان للحفلات، بيبقى فيه حفلات بالليل. بالنسبة كمان لمستوى النظافة في الفندق حلو جدا، يعني مش مجرد كده، كمان الأوض مش بينظفوا كده وخلاص، لأ بجد بيهتموا بالنظافة، فدي كمان من الحاجات الحلوة جدا في الفندق. كمان عايزة اقول لكم حاجة، ان انتوا تقدروا تحجزوا كمان الفندق من خلال الفندق دايركت لو حابين. لو انتوا حابين تحجزوه بقى من خلال شركات السياحة، برضو بيكون اوبشن كويس، لان طبعا معظم شركات السياحة بتكون موفراه بانتقالات ذهاب وعودة، فبتكون طبعا الموضوع سهل ومريح اكتر. فبس طبعا قبل ما تحجزوا مع اي شركة سياحة، اختاروا شركة تكون مضمونة وليها مقر على ارض الواقع ومرخصة وفي ناس كتير اتعاملت معاها. ما تختاروش اي شركة كده تكون مجهولة الهوية ما تعرفوش عنها حاجة، علشان تتجنبوا اي نصب ممكن يحصل. تالت فندق بقى هنتكلم عنه، وهو من اجمل بجد فنادق الغردقة في الفئة دي، وهو فندق مارلين ان. وطبعا هو اعلى فندق في الفنادق اللي انا ذكرتها في الفيديو.
فندق مارلين الأزر بيتميز بموقع حلو جدا وبشاطئ مميز جدا جدا، وطبعا هو كمستوى وكسعر أعلى من الفنادق اللي أنا قلتها قبل كده. فندق مارلين الأزر هو فندق 4 نجوم. الفندق بجد شيك وبيقدم قيمة مقابل سعر ممتاز. كمان ليه جست بيجيله من كل مكان، نسبة الإشغال الأجنبي فيه عالية جدا. بجد من أجمل الفنادق في الفئة دي. الفندق صف أول، ليه بيتش، الشاطئ بتاعه رملي مميز جدا. بجد البيتش بتاعه من أحلى الحاجات اللي الناس أصلا بتروح علشانها. يعني اللي مهتم بأن البيتش يكون رملي ويعرف أن هو يستمتع بالبحر وجماله، فبيختار الفندق ده. بالنسبة لنظام الإقامة all inclusive، فطار وغدا وعشاء وسناكس. كمان في طبعا بالنسبة للمطاعم، في مطعم رئيسي ده اللي بتاخدوا منه الفطار والغدا والعشاء. في مطعم أسماك ومطعم إيطالي. كمان تقدروا تاخدوا الدرينك بتاعكو في بار في اللوبي، وبار عند البول، وبار عند البيتش. فكمان تقدروا تاخدوا الدرينك بتاعكو في أي مكان تحبوه. الأعداد كلها حلوة جدا، المنظر اكتر من رائع. انتوا الموقع متميز جدا، انتوا بتكونوا قاعدين على البيتش وشايفين اليخوت حواليكوا والمراكب، بجد المنظر رائع جدا. بالنسبة لجودة الأكل فكويسة جدا، هتعجبكوا، التنوع معقول، طعم الأكل والجودة والديزرت كمان، كل حاجة حلوة جدا وهتعجبكوا. كمان الخدمة والنظافة كويسة جدا، الناس هناك متعاونة وفي خدمتكوا دايما، فكل الحاجات دي كويسة جدا. بالنسبة للبول، في بول للكبار وللأطفال. كمان في أنشطة ترفيهية في الفندق، وفي سبا، في كمان كيدز اريا. بس الفندق مفيش فيه اكوا بارك. في طبعا فنادق تانية في نفس الفئة السعرية دي وفيها اكوا بارك للناس اللي بتكون مهتمة بالاكوا بارك اكتر. بالنسبة للغرف، فيها تلفزيون وميني بار وخزنة وكاتل، علشان طبعا المشروبات بيكونوا حاطين شاي ونسكافيه. كمان التويلت برضو مكتمل، فيه كل حاجة تحتاجوها، وفيه مجفف شعر. وزي ما قلت لكم تقدروا تاخدوا الدرينك والسناكس على بار البيتش او البول او بار اللوبي. كمان في 2 بار تانيين غير البارات دي. بالنسبة للأنشطة الترفيهية، في جيم وتنس طاولة وبلياردو، وفي مركز مساج. كمان الفندق بيوفر خدمة الليموزين، كمان في عيادة ومكتب رحلات بينظموا لكم رحلات داخلية لو حابين، كل ده بتكلفة إضافية طبعا. الفندق مناسب جدا جدا للناس اللي بتدور على الهدوء والاستجمام وعايزة تبعد بعيد عن الدوشة، فمناسب للناس دي. كمان مناسب للهاني مونرز، كمان مناسب لكبار السن اللي بيحبوا الهدوء، فهيكون مناسب ليهم جدا. كده يعتبر انا قلت كل حاجة عن الفندق. لو في برضو حد عنده اي استفسار عن الفندق سيبولي تعليقاتكم وانا هرد عليكم. بالنسبة للحجز طبعا تقدروا تحجزوه عن طريق الفندق دايركت، او عن طريق اي شركة من شركات السياحة، او عن طريق اي موقع من مواقع الحجز، على حسب الطريقة اللي انتوا بتحبوها اكتر. بالنسبة بقى للرحلات الداخلية، طبعا لو انتوا طالعين مع شركات سياحة بتكون موفراها. لو انتوا طالعين مع الفندق دايركت او حاجزين عن طريق اي موقع من مواقع الحجز، فتقدروا ان انتوا تشوفوا اي مكتب من مكاتب الرحلات الداخلية في عندكم. خصوصا كمان ان الفندق موقعه حلو جدا قريب من كل حاجة، فهتلاقوا مكاتب رحلات داخلية كتير حواليكوا، تقدروا ان انتوا تحجزوا رحلات داخلية زي ما تحبوا. طبعا لازم بما انكم في الغردقة تجربوا رحلة او رحلتين، او لو تقدروا اكتر من كده. يعني الرحلات الداخلية في الغردقة حلوة جدا. كمان انا كنت نزلت فيديو عن اهم حاجات تعملوها في الغردقة، هسيبها لكم في الاي فوق، وهسيب لكم لينك الفيديو تحت علشان تقدروا تشوفوه بسهولة. وطبعا هتلاقوا على قناة فيديوهات كتير لفنادق الغردقة وشرم الشيخ ودهب واسكندرية والعين السخنة، في كل مكان، وراس البر كمان. الناس اللي بتحب راس البر هتلاقوا جولات لراس البر وفنادق راس البر. فما تنسوش تكونوا عملتوا لايك وشيروا الفيديو مع اصدقائكم علشان يوصل لاكبر عدد من الناس. كمان لو عندكم اي استفسار تقدروا تتواصلوا عن طريق رسائل الانستجرام، هتلاقوا الرابط في معلومات القناة.
ولو عندكم اي استفسار برضو اكتبوا لي في التعليقات وانا هرد عليكم. وفي الاخر عايزه اقول لكم ان احنا عندنا في قناه فكره وسفريه بتكلم فيها عن السياحه والسفر، سواء سياحه داخليه او خارجيه، وافضل الرحلات اللي ممكن تعملوها في مصر سواء بحر احمر او بحر ابيض، وترشيحات الفنادق وافضل الرحلات والفسح واماكن الخروج. فلو مهتمين بالمحتوى ده وبتحبوا السفر ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا جديدنا اول باول. ويهمني جدا ان اعرف رايكم في الكومنتس. وباي باي.